السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل فنانين ومحبي الهاند ميد؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الكبير. بإذن الله هنعمل مع بعض النهاردة الشنطة اللي شفناها في اول فيديو. ان شاء الله تعجبكم، وهي شنطة سهلة جدا. التركات اللي فيها بتبقى في التقفيل بس بتاعها، الفينش بتاعها هو لازم يبقى دقيق علشان تظهر بالمظهر الجميل اللي شفناه في اول الفيديو ده. نحضر بقى الخيط بتاعنا. نستخدم خيط خيش النهارده، هنشتغل بخيط الخيش. ونحضر الإبرة بتاعتنا المناسبة للخيش. هنستخدم إبرة رقم 4. هستخدم النهارده إبرة رقم 4. ونيجي بقى نبدأ على بركة الله. نبدأ بقى على بركة الله. الشنطة بتتكون من 5 أجزاء: الجزء الأمامي والخلفي أو الوش والظهر، والقاعدة بتاعت الشنطة، والجناب. نبدأ بقى. أول حاجة هنبدأها هي طبعا الشنطة هنعملها بغرزة الحشو. هنبدأ الأول نعمل السلسلة بتاعتنا. طبعا كلنا اتعلمنا ازاي نعمل السلسلة. نعمل عقدة البداية اهو زي ما انتم شايفين كده في الشكل كده اهو. ادخل الإبرة وأبدأ أعمل عدد من السلاسل. هبدأ اهو، بس شايفين شكل السلسلة بتاعتي. مبعملهاش ضيقة قوي ولا واسعة قوي، اخليها وسط كده. نعمل عدد من السلاسل بحيث ان العدد ده يكون 30 سنتي. انا هعمل الشنطة بتاعتي العرض 30 في الطول 29 سنتي. يبقى اول حاجة انا هعمل السلسلة بايه؟ بطول عدد من السلاسل لحد ما يوصل عدد السلاسل معايا 30 سنتي. انا هنا اهو عملت السلسلة بتاعتي، عملت 41 سلسلة. هقيسها بقى الاول قبل ما ابدأ. كده احط كده المزورة وهبدأ احط السلسلة كده، مش هنشدها جامد، بس هتبقى كده اهو. احاول افردها بالراحة كده اهو كده 30 سنتي اللي انا عايزاه. هنبدأ نعمل بقى. احنا عملنا 41 سلسلة دول، الطول بتاعي 30 سنتي. هعمل سلسلة ارتفاع. بصوا انا كده بنشتغل هنا، في ناس بتشتغل هنا اهو في قلب السلاسل. لا، انا هشتغل المرة دي كده، هقلب السلسلة بتاعتي. تمام اهو، ده وش السلسلة. انا هقلب كده السلسلة بتاعتي والخط ده شايفينه اهو. الخط اللي هو في النص دوت اللي هو بتاع السلاسل ده، انا هشتغل عليه اهو. اوريكم ازاي. هاخد كده اهو وابدأ. دي اول واحدة الارتفاع انا مش عايزاها. هدخل هنا واسحب الخيط واعمل غرزة الحشو بتاعتي عادي. ادي واحد اهي. تاني هدخل هنا اهو واسحب الخيط واعمل كده اهو. تمام اهو. هدخل كده واسحب الخيط. يبقى انا ليه عملت كده؟ علشان السلسلة بتاعتي تكون العواميد الحشو بتاعي يكون مظبوط. بصوا شكلها عامل ازاي من هنا، شكلها هنا ازاي. تديني شكل مظبوط شوية عن ان انا اعملها كده. هوريكم الشكل التاني برضو. بصوا بدخل في وسط السلسلة برضو، مش غلط. تمام. بس انا بحب الشكل التاني، بيديني شكل احسن، وما اجي اشبك بيديني الشكل بيبقى متناسق اكتر. بصوا اهو، بصوا شكلها، تحس ان هي عامله ازاي. شكل السلاسل او السنبله بتاعتي عامله ازاي. ومن هنا نفس الحكايه عكس دي. طيب يبقى انا هخلص السطر دوت وهوريكم ارجع لكم عملت بصوا انا كده خلاص خلصت السطر الاولاني. عملت حشو على كل السلسله. قبل ما ابدا على السطر التاني هدخل بقى كده اقيس احط المزوره بتاعتي واقيس اهي. وصلت عند 30. تمام. يبقى انا كده شغلي مظبوط. هنعمل زي ما بنشتغل اي قطعه كروشيه رايح جاي. بنطلع عشان ده حشو سلسله، ونلف وندخل في قلب الغرز من هنا اهو. نسحب الخيط ونعمل حشو. هنبدأ نشتغل السطر كله كده رايح جاي لحد ما اوصل للطول بتاعي اللي انا عايزاه 30 سنتي. 29 سنتي طول. احنا قلنا هنعمل العرض 30 والطول 29. هفضل بقى رايح جاي رايح جاي. اول ما اوصل لهنا عادي هعمل هنا اهو في الغرزة دي عشان ما حدش يتلخبط فيها.
اللي هي اخر غرزة، واخلي بالي هنا اهو، بصوا شايفين ان هي ايه فيها سلسل خطين اهو، احنا بنعمل في نصها. وناخد بالنا ان احنا ممكن نعد، لو بنتلخبط نعد كل سطر ونشوف العدد بتاعي مظبوط 41 ولا لا. طيب انا هوريكم دلوقتي انا ايه هكمل فيها ازاي. شايفين القطعة بتاعتي اهي، انا اشتغلت اهو الجزء ده. هشوف بس كده الطول معايا وصل لحد 29 ولا لا. انا لسه هنا عند 24. طيب هعمل ايه؟ هكمل. خلاص انا كده اخر السطر اهو، هطلع بسلسلة البداية والف الشغل واضيق. نراعي بس ان احنا نضيق الايه الغرزة على الابرة هنا، وادخل هنا اهو كده، وابدأ ايه اشتغل حشو تاني عادي لحد ما اوصل لاخر ايه السطر. هفضل كده سطور رايح جاي رايح جاي لحد ما اخلص القطعة بتاعتي الطول ايه 30 سنتي. طيب انا بس علشان ما اطولش عليكم الفيديو بديكم ايه الفكرة ازاي. انا هكملها القطعة بتاعتي ديت وهوريكم اما خلصت بقت 30 سنتي ده شكلها عامل ازاي. انا هنا اهو خلصت القطعة بتاعتي لحد ما بقى المساحة بتاعتها 30 كده 29 والعرض بتاعي 30. طب هعمل كام واحدة من ديت؟ هعمل كمان الجزء اللي هو الظهر، يعني كده الوش بتاعي عايزة الجزء التاني اللي هو ايه الظهر. انا هنا عملته طبعا عشان اختصر لكم بس الوقت. يبقى انا عملت كده ايه جزئين قد بعض اهو. اريح بس كده ايدي في اريح القطعتين كده اهو. عملت قطعتين قد بعض اللي هي الوش والظهر. طيب انا عايزه اعمل بقى القاعده بتاعه الشنطه. القاعده بتاعه الشنطه تبقى عباره عن ايه؟ نفس اللي انا عملته، مفيش جديد. هعمل ايه؟ هعمل برضو العرض بتاعي 30 اللي هو ال41 سلسله، وهطلع 20 سنتي. يبقى انا عايزه العرض بتاع القاعده 20 سنتي، يبقى طولها يبقى 30 لكن العرض بتاعها 20. وانا هنا برضو عملتها اهي اهوت. بصوا اهي دي القاعده بتاعتي اهي. عملنا كده 30 لكن الطول دوت 20 سنتي. طيب يبقى ناقص لنا كده ايه بقى؟ الجنب من الناحيه دي والجنب من الناحيه دي. طيب الجنب هنا العرض دوت 20 تمام، عرض القاعده 20، يبقى العرض بتاع الجناب هيبقى 20 والطول هيبقى طول الشنطه اللي هو 29. هوريكم هنعمله مع بعض ازاي. الخيط بتاعنا هنبدا نعمل سلسله 1 2 3 4 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 20. ادي 1 2 3 4 5 6 7. طيب نشوف كده السلسلة بتاعتنا وصلت قد ايه. انا عايزاها 20 سنتي. اجيبها كده اهو، افردها بالراحة ما بشدش اهو. شايفين كده 20 سنتي. يبقى ال27 سلسلة دول انا كنت قايسة على القطعة اللي عاملاها 27 غرزة يديني كام 20 سنتي يديني كام غرزة تمام. يبقى اللي هنعمل الجنب 27 سلسلة وهنبدأ نشتغل تاني عادي. هنعمل غرزة ارتفاع زي ما بنعمل تمام. وهاجي هنا في ايه اول واحدة. انا بشتغل دايما على المقلوب بتاع الايه السلسلة. ادخل هنا اهو كده اهو واسحب واعمل حشو. هعمل الغرز السلسلة كلها عليها حشو واطلع سطور رايح جاي زي ما قلنا، واعمل سلسلة ارتفاع في اول كل سطر لحد ما اوصل بالشغل بتاعي للطول 29 سنتي. طيب انا اختصارا للوقت عملت الايه الموضوع ده. خلصت القطعتين في الجنب اهو، القطعتين اهو. يبقى انا كده دي قطعتين الجنب هنا 20 سنتي والطول دوت 29 سنتي تمام. هي بس عايز تتفرد كده اوكي. يبقى انا كده ايه انا عملت ايه. ادي الاجزاء بتاعتي بتاعت الشنطه انا بحضرها الاول، الجزء الامامي والجزء الخلفي والقاعده بتاعت الشنطه والايه والجناب. طيب انا كمان جهزت الايدين. والايدين انا شرحتها قبل كده في الفيديو بتاع غرزه الايه الزجزاج. انا كده ببقى قبل ما ابدا اي عمل بتاعي او اي مشروع هنبدا نعمله بنبدا نخطط له. طيب الشنطه دي بتتكون من ايه؟ من الامام ومن الخلف ومن القاعده ومن الجناب، كل شيء ايه منفصل. والايدين ببدا اجهزهم وهوريكم بقى هنجمعهم ازاي دلوقتي مع بعضينا.
احنا اللي هو الجزء الامامي، وهناخد الجناب كده، خلي كده الجزء ده كده قدامي، احط ديت كده من هنا السلسله، انا عايزه اتجاه السلسله كده اهو. همسك بس الايه بعلامات علشان لما اجي عند الزاويه بتاعتي تبقى ايه متحدده. تمام، اعرف بس امسكه اهو. اوكي، انا بظبطه بالعلامات عشان حاجه واحده بس، عشان اقدر اظبط الايه الشغل بتاعي. اوكي، انا هرحل العلامه من هنا اهو كده علشان ابدا الشغل. هبدا بقى ايه الجزئين دول، شغل الحشو، عايزه الشغل يبقى قدامي انا. هدخل هنا اهو في اول واحده، يعني نلاقيها صعبه سنه، ممكن نصغر الابره في الجزء ده، وهجيب بقى الخيط بتاعي. لو خيط تخين هخليه مجوز، لو خيط ارفع من كده نخليه ايه 3 ماشي. وهسحب الخيط اهو، واعمل هنا غرزه ايه عقده الايه البدايه، وبعد كده هخبي الخيط ده. بعد كده ادخل هنا اهوت بين الغرز من الاتنين، واروح عامله غرزه حشو. تمام، هدخل كده اهو واعمل حشو. هبدا ابروز الشنطه كلها، اعدلها بس عدله ايدي اهي كده، يا رب تكون كده واضحه. ادخل كده اهو بين الغرز وهعمل غرزه ايه حشو. تمام، تمام كده. طب ثواني اغير الابره، انا صغرت الابره هنا، هعمل الابره رقم 3 علشان تدخل في الفتحات بتاعه الغرز تبقى اسهل اهو. انا مضيقه ايدي اصلي هنا كده، واللي مقابلها شد كده. تمام، هبدأ اعمل كده لحد ما اوصل لايه لاخر السطر. تمام، بس هي لازم وش الغرز بتاعت الحشو تكون ايه بص عليا ليا انا في كل الشغل، عشان عايزاه يبقى ظاهر قدامي ايه في الشنطه، الاتجاه كده يبقى متناسق. هبدأ بقى بصوا هكمل بالطريقه دي لحد ما اوصل لاخر الشنطه اهو. شايفين هوصل لاخر السطر كده، وهوريكم الايه بشبك القاعده بتاعتها ازاي. انا خلصت السطر بتاعي اهو. بصوا لازم تبقى مفروده كده اهو، شايفينها لازم تبقى مفروده ومستقيمه كده. جيت بقى عند الايه القاعده بتاعتي، هبدا الف بقى الايه القاعده بتاعتي برضو. همسك ايه الجزء ده كده، عايزه اشوف الوش من الظهر بتاعها. تمام، هخليها كده اوكي، وهاجي برضو اروح ماسكه الجزئين دول كده اهوت، عشان انا همسك بس الجزء ده عشان احدد بس الغرز على بعض. هنا الغرز اهي شكلها باين على بعض، امسك كده هدخل في الجنب ده بس اقفل الاول. هاجي بقى هدخل هنا اهو كده اللفه دي اهي، واسحب الايه الخيط بتاعي اهو شايفين، وادخل كمان مره في نفس المكان، ممكن عشان انا مضيقه بس اهو اهي شكلها. تمام، ابدا بقى اكمل عادي، اعدلها بس كده عشان تبقى واضحه اهي. هنا هتبقى سهله شويه علشان الايه الغرز الحشو هتبقى قصاد بعضها اهي. انا بنضف الخيط بتاعي اول باول من القطعه
يعني الخيط اللي كان في اخر الشغل ده انا نضفته علشان تبقى ايه اعرف اشتغل القطعة تبقى ظاهرة معايا ايه كويس، مفيش خيوط ايه تضايقني في الشغل. بس كده اوكي. هخلص برضو لاخر السطر وهوريها لكم عملت ازاي. بصوا انا كده قفلت اهي الجناب، شايفين كده اهي واضحه اهي اهي، شايفينها كده واضحه معاكم. قفلت الجناب كلها عشان تبقى الشنطه كده بالشكل ده معايا. طبعا هي مش هتبان جامد في الكاميرا عشان بس الحيز بتاع الفيديو صغير. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اعمل البرواز هنا حوالين الايه الشنطه. بعد ما قفلت الشنطه ما فيهاش اي تريكات، الشنطه كلها شغل حشو. بس انا باجي هنا اهو، هنا بس عند الجزء ده بعمل اتنين حشو في نفس المكان علشان تديني الدوران اللي انتوا شايفينه ده اهو. شايفين شكلها كده؟ طيب هرجع بقى اعمل ايه؟ هبدأ اعمل بقى البرواز بتاعي. هرجع بقى هعمل على كل غرزة حشو اهو. هبدأ من هنا كده اهي. طبعا غرزة الحشو تكون اتجاهها ناحيتي انا. كل تقفيل الجناب وكل لما اجي اعمل الغرزة من هو البرواز الخارجي لازم تكون غرزة الحشو اتجاهها لي انا. تمام. انا اهو بعمل كده اهو زي ما انتم شايفين اهي كده. هبروز الجزء ده ايه، هبروز الشنطة كلها بالطريقة دي. انا عملت السطر اهو، بصوا خلصت الجزء ده كده اهو. طيب ايه عادي جدا بكمل عادي هنا عادي برضه بكمل حشو نفس المكان. هرجع تاني اكمل كده حشو كل غرزة لحد ما الف الشنطة كلها بغرزة الحشو زي ما انتم شايفينها كده. طيب اخلص الشنطة البرواز بتاع الشنطة كله الفينش، ونرجع نقفل بقى مع بعض الايدين، نركب ايدين الشنطة مع بعض ونشوف شكل الشنطة هيكون ايه في الاخر. خلصت كده البرواز بتاعي اهو الشنطة كلها. هبدأ بقى ايه احطها بالشكل ده كده. تمام. وهتني هنا اهو من عند القاعدة كده، خلي القاعدة كده على بعضها عشان بس اقدر اظبط الايه المسافات بتاعة الايد اهي. لازم الخطوط من الجنب من هنا تبقى قد بعض كده اهو شايفين. طيب الايدين بتاعتنا قلنا هي طريقة الايدين في الفيديو بتاع شنطة الزجزاج. طيب انا عملت ايه؟ انا الخرطوم بتاعي هوريكم شكله دلوقتي. ده الخرطوم بتاعي. بعمل ايه؟ بعمل سلسلة بطول الخرطوم دوت، وبزود من هنا هوت 4 سلاسل ومن الناحية التانية 4 ايه سلاسل، يعني 8 سلاسل. وابدأ اشتغل حشو على ايه، على سطرين 2 بالظبط او 3 سطور بالظبط زي ما انا عاملة كده. وبعد كده السطر الرابع بقول 1 2 3 4 واعمل منزلقة في يعني هعمل منزلقة في اول 4 وبعد كده ابدأ اشتغل عادي واسيب الاربعه الايه الاخرانيين. هطلع السطر ده والسطر اللي بعده وخلاص. ما هو اللي حد بس ما يعمل لي الايه يغطي لي الخرطوم ايه بتاعي، يلف حوالينه كده اهو زي ما انتوا ايه شايفين. بس انا بقفله بقى من هنا اهو عشان الخرطوم ايه ما يبانش. بس بعد كده بقى انا هحطه طبعا هيبقى في الشنطه من جوه. هنبدا ايه نظبط علاماتنا كده. شوف كده المسافه من هنا قد ايه والمسافه من هنا قد ايه، ونبدا نحط العلامات بتاعتنا ونثبت ايه ايد ايه الشنطه. هجيب دبابيس عشان اثبتها واوريكم هنعملها ازاي. انا كده بقى بصوا انا هنا اهو ظبطت الايد. طبعا الايد انا بركبها من جوه عشان يبقى شكلها كده اهو من بره الشكل ده. طبعا ما تبقاش ايه باينه، تبقى شكلها كده تركبها نضيف. طبعا علاماتها هي ظاهره هنشيلها. تمام. انا بعمل ايه، بجيب العلامات بتاعتي بعمل كده الشنطه، بظبط الايدين. انا هنا عملت
3 صوابع من ناحيتي و3 من ناحيتي، 3 في حدود 4 أو 5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا، وبحط العلامات ايه بتاعتي، وابدأ اجيب الخيط بتاعي. طيب قبل ما ابدأ بدخل، بصوا انا عايزاكم تشوفوها، بدخل ايه الابرة من جوه كده، تمام اهو الخيط اهو واضح هنا كده، الخيط بتاعي يبقى جوه، وابدأ ايه اثبت الايدين في جسم الشنطة، بس ما اطلعش على اللون الاحمر اللي بره. هبدأ كده ايه اثبت كده الايدين بغرز واسعة، وبعد كده ابدأ ايه اعمل تدقيق للغرز، اعمل اول بداية التثبيت بتاعي، وبعد كده ابدأ ايه اشيل العلامات، وابدأ ايه اعمل اثبت على ايد الشنطة. اوكي زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا انا هنا طبعا هشيل العلامة دي، خلاص انا كده ظبطت الايد من ناحيتي، هشيل العلامة دي كمان. طبعا العلامات دي تخينة على الخيش، بس هي دي اللي موجودة عندي. هدخل كده بس علشان شكل الايد يبقى من الشكل ده نضيف، وبرده بره يبقى الشكل دوت. بصوا شايفين شكلها مش باين طبعا. هبدأ كده اثبت على الايدين، هاجي هنا في الجزء اللي هو فوق دوت هثبت كده هنا من تحت اللون الاحمر، بحيث ان هي ما تبقاش ما يطلعش الخيش على اللون الاحمر، الخيطه بتاعه الايد بتاعتي ما تطلعش على اللون الاحمر اهي، تمام اهو كده. بس هبدأ بقى هثبت كده الايد عشان تبقى متينة. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هقعد بقى كده اثبت الايد معايا، بس بحيث ان هي زي ما انا ركبت الايد اهي شكلها كده من بره، شايفين ازاي من جوه شكلها عامل ازاي اهي كده. احنا ايه خلصنا شنطتنا، ناقص بقى اعمل هنا بقى الديكور بتاعها اللي هي الشرشوبه، هعملها بقى معاكم واوريكم ايه الشنطه بقى في الاخر شكلها عامل ازاي. انا هنا اهو انا هنا جبت ايه الخيط بتاعي، ممكن على كرتونه او حاجه نقصها، نلفته كده على الموبايل. بعد كده عملت هنا اهو دخلت الخيط وعملت كده عقده. اوريكم بقى هعمل ايه، هعمل بس سلسله علشان اشبكها في ايد الشنطه. هعمل كده اهو تمام. بصوا اهو دخلت كده من هنا وجوه كده، هسحب الخيط اهو، هعمل سلسله عاديه سلاسل 8 9 10. الخيط بتاعي عشان رفيع عملت ايه 40 لفه، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. هشوف المسافه دي كده مناسبه للشنطه ولا لا، يا ريت تكون كده واضحه اهي. هعمل ايه، هدخلها هنا اهو كده في ايد الشنطه من هنا كده تمام. بس هطلع دي الناحيه دي، وهاجي هقفل مسافه تكون مريحه كده، بس يا دوبك تتحرك ايه بسيط في الايه في الشنطه، وهقفل في اي غرزه من الغرز دي كده بمنزلقه كده اهو شايفين اهي مسافه صغيره، ممكن نضيقها كمان، ممكن نضيق المسافه دي اهي. ناخد السلسله اللي قبليها وادخل كده واخرج بمنزلقه، وهمشي على السلسله ديت بمنزلقه. بصوا كده، بعد كده اهو لحد ما اوصل للايه لاخر غرزه عندي هنا تمام.
تمام كده اهي. اهي شايفين شكلها عامل ازاي. طيب انا هدخل بقى الايه الخيط ده جوه علشان ابدا اعمل ايه، ابدا اعقد العقده بتاعتي. بس يا جماعه انا ايه هبدا ايه اظبطها كده كده، تبقى دي في النص كده زي ما احنا كنا عاملينها اهي. اظبط الخيوط بتاعتي كده وامسك بقى الخيط دوت وابدا ايه اعمل لفات كده، عدد من اللفات، اشد كده عشان تديني الشكل الكورة ده. اوكي اهو. بس هقعد بقى ايه من هنا هقعدها كده تمام. عقدتين اتنين بس، واحدة بس عشان اسلك الخيط. يا رب بس تكون واضحة قصادكم. اهي بصوا شكلها عامل ازاي. هكمل كده تاني واخد الخيط ده معايا وافتحه اتنين اوكي، واجي نفس الحكاية هنا كده اهي اللي كده، وابدأ اعمل نفس الايه الحركة تاني. عايزاها تبقى كأنها كورتين بونبونتين كده. واظبط الكورة. الفتلة التانية انا كنت سايباها اهي ماشي، هجيبها بقى اعملها عكسي، بس اخلي بالي عشان اخد الخيط كده معايا من ورا اهي عكسي. وهبدأ اربط، اعقد عقدتين واعقد عقد جامدة علشان ايه اظبطها اهي. بصوا شكلها اهي. هبدأ بس انضفها من الخيوط دي واسويها واوريها لكم شكلها في النهاية. انا كده قصيتها اهوت. بصوا انا قصيتها. هقول لكم طولها في حدود قد ايه. حدود 12 سنتي اهي. احنا قصيتها بقى ببص كده من الناحيه دي، لو في زيادات بظبطها كده اهو بالمقص عشان يبقى شكلها متساوي. اهي شايفين شكلها اموره قوي. ممكن تعملوها بره لوحدها وبعد كده تركبوها في الايه في الشنطه. شكلها كده المفروض تبقى كده اهو شكل البونبونيه كده. انا كده خلصت الشنطه بتاعتي. اتمنى ان هي تعجبكم ويا رب اكون وفقت واكون وصلت لكم ايه المعلومه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد يا رب عليكم كلكم وعلى المسلمين جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا انا كده خلاص خلصت الشنطه. شايفين ده شكل الشنطه بتاعتنا من جوه اهي اهي شكلها كده اهو من بره. شايفين الشرشوبه شكلها الاموره اهي، شكلها امور قوي. ده شكل الشنطه، حلوه كبيره وعمليه جدا. عمليه جدا اهي. يا رب اكون وفقت والفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا مني حاجه. كل سنه وانتم طيبين.